السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الكنافة اللي كتجي ساهلة في التحضير واقتصادية. وكنقول لكم اللي زار القناة ديالي اول مرة كنقول ليه مرحبا والف مرحبا، يشارك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا الكنافة، ربعة ديال الكنافة كما كتشوفوا معايا. غادي نديرها في هذا الاطار الصغار. غادي نبقى مستمره حتى غادي ندير فيهم كلهم قد ان شاء الله. راه كتجي البنات كتجي غزاله ولذيذه، كتجي زوينه بزاف. من بعد ما درت فيهم الكنافه كلهم، غادي ناخذ كاس. ناخذ الكاس كما كتشوفوا، غادي نضغط عليهم في الوسط ديالهم بحال هكذا. كلهم غنضغط عليهم غير في الوسط. غادي نبقى مستمره حتى غنكمل كلشي. من بعد ما كملت كلشي غادي دابا ندير الكريمه. غادي ناخذ كاس ديال العنبه عامر بالحليب كما كتشوفوا معايا، 2 كيسان ديال الحليب. وغادي ندير 2 معالق كبار ديال نشا الذره. وغندير 4 معالق كبار ديال السكر سنيده. كما كتشوفوا معايا غادي نحرك الكل جيد، نحركه قبل ما نحطه فوق من النار. غادي نحركه باش يتخلط مزيان، وغادي نحطه فوق من النار. من بعد ما وجد معايا الكريمه كما كتشوفوا، غادي ندير فيها دابا اي جبن عندكم يمكن لكم ديروه. غادي ندير انايا الفرماج، 3 الفرماجات، وغادي نحركهم مزيان. كما كتشوفوا الخليط راه باقي سخون كما حطيته فوق من النار. درت فيه الفرماج باش يذوب معايا، غنضغط عليه مزيان باش يذوب. كما كتشوفوا راه الفرماج ملي كتحطوه في السخونيه راه كيذوب. من بعد ما ذاب دابا غادي نخوي الخليط في الوسط اللي انا ضغطت على الوسط بلقاع ديال الكاس. غادي نخوي الخليط وغادي نقادهم كلهم في الخليط باش يجوا متقادين. من بعد ما خويت الخليط كله فيهم كما كتشوفوا، دابا غادي ندير الكنافه من الفوق. كلهم غادي ندير لهم من الفوق كما كتشوفوا معايا. هاد الكنافه راه ساهله البنات، راه كتجي رائعه وسهله في التحضير كما كتشوفوا. في اي وقت يمكن لك توجديها لوليداتك ان شاء الله. من بعد كما كتشوفوا معايا راه درت ليهم كلهم من الفوق، ما نخليش ديك الكريمه تبان. غنبقى نزيد الكنافه من الفوق حتى غادي نغطي داك الكريمه باش ما تبقاش تبان الكريمه. كما كتشوفوا معايا قديت كل شيء متساويات كلهم. غطيت لهم الكريمه وغادي ندخلهم للفران. من بعد ما دخلتهم الفران وتحمروا من الفوق كما كتشوفوا معايا، خرجتهم من الفرن تحمروا من الفوق. دابا غادي نسقيهم بالعسل.
كما كتشوفوا معايا. الا ما كانش عندكم العسل غادي تحضروا السيرو. غديروا 4 ملاعق كبار ديال سكر سنيده، وغديروا نص حامضه باش تكون فيهم النكهه ديال الحامض، ولا ليمونه، وغديروه يبقى يطيب فوق من النار باش غادي توجدوا السيرو. الا ما كانش عندكم العسل موجود في الدار. انا عندي العسل، درت العسل. غادي نبقى نسقيهم كلهم مزيان بهذا العسل. في الصراحه كتجي لذيذه بالعسل ولا حتى بالسيرو، كيجي المذاق ديالها زوين، كتجي مقرمشه. كما كتشوفوا معايا راني دابا راه كملت، بقات لي غير هاد وحده الاخرى. غنسقيهم مزيان مزيان بالعسل وهما باقيين سخان. كما خرجوا من الفرن غادي تسقيوهم باش يشربوا مزيان. كما كتشوفوا من بعد ما كملت سقيتهم كلهم. دابا غادي نديرهم في طبق التقديم. كما كتشوفوا معايا البنات راه كيجيو عاطي للعين، كيجيو زوينين بزاف، كيجيو رائعين. اي مكسرات عندكم يمكن لكم ديروهم، اي مكسرات موجودين عندكم تشكلوا بهم من الفوق بحال هكذا. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الكنافه اللي وجدت معكم. راه كتجي سهله في التحضير، وكنتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. وكنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه وعلى التعليقات ديالكم الزوينين، وعلى الناس اللي جداد كنقول لهم مرحبا بكم وشكرا على المتابعه ديالكم. هذا هو الشكل النهائي، كنقدموه بالصحه والراحه. كتجي البنات كتجي زوينه بزاف وكتجي رائعه في المذاق ديالها، كتجي مقرمشه ولذيذه. كنقدموها بالصحه والراحه، وشكرا على المتابعه ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.